بياني للرأي العام. النظام الدولي الذي تسبب بحروب الطاحنة تسببت بكوارث الإنسانية، دفعت ضريبتها الشعوب وتعرضت الإبادات عبر المحطات التاريخية النتيجة عقلية السيطرة والهيمنة والاستعباد. واستمرت هذه الحروب والأزمات التي تعيشها نظام الهيمنة إلى يومنا هذا أخذا بطابع الحروب العالمية أكثر فتكا ودمارا وبأسلحة قذرة يستهدف الإنسان والطبيعة، أدت إلى مأساة إيكولوجيا وتغيير الديمغرافي نتيجة الهجرات القسرية والتأثيرات الدعائية المترافقة، الهدف منها إفراغ المنطقة من أهلها وشعوبها الأصلية وخلق حالة من القلق والاستقرار. وهذا ما يجري حاليا في عموم سوريا، انعكست تأثيرات على شمال وشرق سوريا وتأثيرات على المجتمع وبالأخص شباب الطاقة الديناميكية والمهيئة لقيادة مجتمعاتها لتجاوز الأزمات والمحن والتجاوه إلى التغيير وتحقيق العدالة الاجتماعية والأمان والاستقرار. نحن هنا كشباب شمال وشرق سوريا وشباب حزب سوريا المستقبل نهيب لكل الشباب لتجنب هذه الدعايات المعادية لإفراغ مناطقنا ومدننا ورفض كل هذه المؤثرات المعادية والتي تقف ورائها شبكات الاستخباراتية لدولة المعادية وخاصة الدولة التركية التي تحاول إفراغ شمال وشرق سوريا ورجابها لتنفيذ مخططاتهم القديمة والجديدة. نداء الوطن انتظرنا لنرفع راية الصمود والمقاومة في وجه هذه المخططات. ننتظركم لدحر مؤامرات والالتزام بقضايا شعبنا. ستبقى راية الشباب صامدة عالية معنا وجنبا إلى جنب نحو النصر. عاشت سوريا الديمقراطية تعددية لا مركزية.